لو لسه ما بتعمليش الكبده الاسكندراني على طريقتي، تعالى هقولك بقى على احلى طريقه تاكلي بيها الكبده الاسكندراني. طعمه خرافه وتحفه. هاتي كده الرغيف البلدي بتاعنا وسلطه الطحينه مع الكبده السخنه. يا سلام، من الاخر طبق خرافه. تابعيني وخليكي معايا علشان هقولك على تركات هتطلعي بيها احلى طبق كبده اسكندراني ممكن تاكليه، واوعدك انه هيبقى بالنسبه لك طبق ادمان. اول حاجه كده هنجيب نص كوبايه من الزيت وننزلها في طاسه سخنه، وبعد كده معلقه من الثوم المفروم وعليه قرنين فلفل حامي، وننزل بنص كيلو من الكبده نديله صدمه بس. وبعد كده هننزل بالفلفل طرنشات او زي ما هو صحيح زي ما تحبي. وبعد كده ننزل بالبهارات بتاعتنا، معلقه كمون ونص معلقه كزبره والملح والفلفل، وبعد كده معلقه من الثوم المفروم تاني وعليها معلقتين من الخل. هي دي اللي هتديك الطعم والريحه. ما حصلتش هتقلب لك ريحه البيت بجد لو جربت طريقه الكبده دي. اوعدك ان هي هتكون ادمان. وكمان تركية الكبده ما تتغطاش يا جماعه، تفضل كده ما بتسابه من غير غطا. يعني ما تغطيش الحله او الطاسه اللي شغاله فيها لحد ما تشرب الصوص بتاعها كله. هو كده طريقه الكبده الاسكندراني اللي على حق. اتمنى تجربيها وتقولي رايك. ما تنسيش اشتراك في القناه ولايك.